قصتنا اليوم عن أكبر سفاح عرفته إفريقيا بعام 1995. بتبلش قصتنا ب 16/7/1995 لما الشرطة بتلاقي ماريا الصبية اللي عمرها 20 سنة حدا معتدي عليها وقاتلها ولاحشها بمنطقة معزولة. بلشت تحقق الشرطة لتعرف مين اللي قتل ماريا، بس مع الأسف بعد تحقيق دام لمدة شهرين ما وصلت لأي معلومة، اللي خلى الشرطة تضطر إنه تسجل القضية ضد مجهول. بعد أسبوعين بالضبط من قصة ماريا بلاقوا بنت تانية مقتولة بنفس الطريقة ومزتوتة بمنطقة نائية تانية، فصارت الشرطة كل أسبوعين تلاقي بنت جديدة مقتولة ومكبوبة. واستمرت الأحداث على هالمنوال، الشرطة تلاقي جثث وتاخدها وتحاول تحقق وتسجل القضايا ضد مجهول، لحد ما بيوم من الأيام أحد الصيادين طالع على الغابة لحتى يصيد أرانب. هو وبنص الغابة بشم ريحة غريبة، بيلحق الريحة بتكون ريحة قوية مزعجة جدا للمنخار. بيلحق الريحة وإذ بيكتشف الصدمة، 10 بنات مقتولين بنفس الطريقة اللي انقتلت فيها ماريا، ومن حفر لهم حفرة ومسدوتين فيها كلياتهم. الزلمة أول ما شاف هذا المنظر ارتعب كتير. أول شغلة عملها دق للشرطة وقال لهم 1 2 3، وفعلا الشرطة فورا اجت لموقع الجثث. وعلى قد ما كان الحدث كبير، رئيس الدولة بهداك الزمان اللي كان اسمه نيلسون مانديلا اجا بذاته على الموقع وأشرف على التحقيق. الجثث أغلبها كانت متحللة وفي منها صايرة هياكل عظمية، بس أهم ملاحظة لاحظتها الشرطة على كل هدول البنات إنه ماتوا بنفس الطريقة اللي ماتت فيها ماريا، واللي هي خنق. هون الشرطة عرفت إنه المتهم هو نفس الشخص اللي عم يدوروا عليه بقصص البنات اللي لاقوها كلياتها. هذا القاتل كان بالأول يخطف ضحيته، يعتدي عليها، بعدين يقتلها. بالبداية الشرطة كانت كل أسبوعين تلاقي وحدة مقتولة، بعدين صارت كل أسبوع تلاقي وحدة، لحد ما لقوا هدول ال10 بنات. بهاللحظة أدركوا رجال الأمن إنه كل دقيقة عم تمر على إفريقيا ب 1995 هي دقيقة خطر على أي بنت موجودة بالدولة. بس مع الأسف القاتل كان خبيث لدرجة إنه ما يترك وراء أي دليل، وكل بنت كان يعتدي عليها ويقتلها كان يتركها بمنطقة مجهولة ومعزولة تماما، مختلفة عن البنت الثانية، لحتى يشتت الشرطة، اللي خلى الشرطة توقف عاجزة عن إنه تلاقي هذا الشخص. فاللي عملوه إنه وجهوا نداء استغاثة. تخيلوا الشرطة عم تستغيث بالشعب إنه اللي عنده أي معلومة أو فينه يساعدنا أي مساعدة صغيرة بهالقضية يجي لعنا، أو يعطينا أي تفصيل أو خبر صغير ممكن نوصل منه لهذا الشخص. بعد ما السلطات وجهت نداء استغاثة للشعب، قررت إنه أول خطوة تعملها تحقق مع أقارب ومعارف وأصدقاء البنات ال10 اللي لقوهم. واحدة من أصدقاء هدول البنات عطت للشرطة معلومة كتير مهمة، إنه رفيقتها قبل ما تختفي حكت لها شغلة. حكت لها إنه تعرفت على شخص من أيام قليلة، وهذا الشخص ادعى إنه بده يشغلها بشركة ويعطيها راتب كتير عالي، لدرجة إنه هي شكت إنه يكون في بالموضوع لعبة أو كذبة أو مقلب، لأنه كان المبلغ اللي عرضوا عليها فوق الخيال، واللي خلاها تشك فيه وتخاف منه. بعد أيام قليلة من هالبنت لما حكت القصة لرفيقتها اختفت. هون الشرطة سألوها للصديقة: طيب رفيقتك قالت لك اسمه للزلمة؟ قالت لهم ايه. سألوها شو اسمه؟ قالت لهم موزير سيتولي. هون الشرطة لقطوا طرف الخيط، فبلشوا يحققوا عن هذا الشخص، واللي اكتشفوه كان صدمة. هذا الشخص ب 1987 انسجن بالسجن لمدة 7 سنين بتهمة التحرش والاعتداء. يعني الشيء اللي عم يصير مع كل الضحايا اللي لقوهم هذا الزلمة عمله قبل كم سنة،
وانحكم 7 سنين. واللي زاد الشكوك حواليه انه كل القصص اللي صاروا مع هالبنات ولما بلشوا يلاقوهم جثث صارت بعد خروجه من السجن بأيام. بلشت تصير هاي القصص بعد ما طلع هالزلمة من السجن. بعد ما صار موزيس المشتبه الرئيسي بالقضية، راحت الشرطة لتقبض عليه. بتدق الباب على بيته، بتفتح لهم وحدة، وإذ بيكتشفوا إنه شخص متزوج. تخيلوا متزوج وعم يعمل كل هاي القصص. سألوا عنه، قلت لهم إنه هو تارك البيت من شهر وما شفته. فما صدقوا، فاتوا فتشوا البيت، فعلا طلع حكي صاح المخلوقة وهو هربان. بلشوا الشرطة يدوروا عليه بكل مكان بالبلد، بس مع الأسف ما لقوا له أي أثر، لحد ما وصلوا لنقطة إنه هن لازم ينشروا صورته بكل قنوات التلفزيون لحتى أي حدا من السكان يعطيهم خبر إنه أنا شفته ويبلغ عنه. وفعلا نشروا صورته بكل قنوات التلفزيون. للأسف ما اجى أي إبلاغ عن مكان وجوده من أي طرف من الأطراف، من أي شخص شافه أبدا، لحد ما وحدة بتدق للشرطة وبتقول لهم أنا صديقة أحد الضحايا ال10 اللي لقيتوهم، وعندي خبر، أنا شفت هذا الشخص مع رفيقتي قبل ما تختفي. هون الشرطة ببطلوا إنه اللي عندهم مجرد شكوك بموزيس، بيصير اتهام وتأكيد إنه هو القاتل المتسلسل اللي عم يدوروا عليه. وهي كل هالأحداث عم تصير، انتو متخيلين في إنسان سايكو لدرجة إنه الشرطة عم تدور عليه وقاتل مدري كم ألف وحدة ولسه مستمر؟ تخيلوا بعد أسبوعين من نشر الشرطة لصورة موزيس على التلفزيون إنه هذا الزلمة مطلوب كسفاح، بعد أسبوعين بيلاقوا بنتين مقتولين بنفس الطريقة. يعني الزلمة ما موقف، مكمل بيوم من الأيام والشرطة عم تحقق والدنيا قايمة قيامتها وموزيس ما عم يوقف قتل. بتجي مكالمة لصهره لموزيس من مين؟ من موزيس نفسه، بيقول له كيفك، أنا قاصدك بخدمة. هداك أول شي بتوتر، بتلبك، بيرجف صوته، بعدين بيحاول يهدي نفسه ويكمل حكي معه طبيعي. بيقول له ايه تفضل اللي شو بدك؟ بيقول له أنا بدي مسدس، فيك تأمن لي إياه؟ هون صهره اللي أنا بعتبره بطل ما رفض طلبه ولا تواطأ معه، بالعكس تماما. أول شي سايره وقال له إيه تمام لعيونك، خلص مسدس مسدس، وين بدك لاقيك لأعطيك إياه؟ اتفقوا على موعد معين بمكان معين. البطل صهره لموزيس شو عمل؟ بسكر المكالمة معه، بدق للشرطة بيقول لهم 1 2 3. الشرطة عملت له كمين بالموقع اللي متفق عليه مع صهره، لبسوا مدني وراحوا واخذوا مواقعهم تمام وعم يستنوا ليوصل. على قد ما خبيث، من اول ما وصل حس انه الوضع مو طبيعي وحس انه مراقب، فهم انه في ملعوب وفي كمين من صهره، فحاول يهرب. هو عم يهرب الشرطة لحقته وبلشت تقوس عليه. عقد ما خبيث وخنزير وحيوان، كان معه فأس كبير، فهو وعم يحاول يهرب ضرب أحد عناصر الشرطة على راسه بالفأس وحاول يكمل هروب، فقوسوا عليه ووقعوه. صابوه الشرطة بطلقة ببطنه وطلقة برجله، أخذوه على المشفى، ما مات والحمد لله انه ما مات مشان يتعذب اكثر. قعد بالمشفى فترة، بعدين نقلوه فورا على التحقيق، واعترف موزيس انه قاتل 37 بنت وطفل، 37 وحدة بإفريقيا ب 1995 انقتلوا على يد رجل واحد. الشرطة سألته لموزيس طيب أنت يا حيوان قاتل 37 وحدة، شو الطفل ليش قاتله؟ قال لهم كان ذنبه الوحيد انه كان مع امه لما خطفتها. ببساطة بهداك الوقت بإفريقيا حكم الإعدام ما كان موجود، فالمحكمة حكمت على موزيس بالسجن 2410 سنين. لهون منكم وصلنا لنهاية قصة اليوم. إذا حبيتوها حطوا لي لايك عليها، إذا أنتم جداد على القناة وهي أول مرة بتشوفوني بليز 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 اشتركوا بالقناة وما تنسوا تفعلوا الجرس مشان تصلكم كل الإشعارات من قناتي. بحبكم كتير وبشوفكم إن شاء الله بالقصة الجاية. باي.